حريات 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 محمدين حريات 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 محمدين حريات 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 محمدين حريات هذا لا هي لاقي تكذب وتساقي تكذب وتساقي العدالة ما هي لاقي تكذب وتساقي حريات 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 فوت حريات 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 شقيطين حريات 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 شقيطين حريات شقيطين حريات 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 لا لتكوين الافواه لا لتكوين الافواه لا لتكوين الافواه حريات 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 افتح على جميع المنصات حريات 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 شقيطين حريات شقيطين حريات 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 والله هكذا بدء السجن. السلام عليكم ورحمة الله. احنا متظاهرين اليوم حريات حريات للشقيط الحريات. السلام عليكم ورحمة الله. احنا امام وزارة العدل متظاهرين اليوم في قضية الصحفي محمد الشنقيطي اللي مسجون ظلما وعدوانا، مسجون على قضية مصاهرة واعلنوا بنعم رئيس الجمهورية منها قضية نفسيين وقدر من تكميم الافواه، لان مشوا رسالة رئيس الجمهورية وحرموا لانه هو انتخبوا المواطنين الموريتانيين والرأي العام مولي خصوصا يا قرمان انتخبوا على التنكير بالمواطنين الموريتانيين، واعلنا هذا راهن وقفوا ضده بين اللي مدة من الشباب وحركة كفانا، وندعو دائما ندعو للناس وندعو للمظاهرات قال لا بشي سلمي وبشي قانوني من قد القانون ما ظهر لي مولانا على انه ترى خارج قال لا قضية المحسوبية والقبلية والزبونية هذا هو اللي ترى خارج، وهو المحكوم عليه هذا الصحفي اللي مسجون ظلما وعدوانا لانه شاكي منه نسيب مريم من تداه وندار له في الحبس ياكي يبرد فيه الاخلاق، وملف اللي ظهر لي مولانا على انه المعدل له كامل فيه كيجي والمديور منه لا ياك ينسجن وياك يكدر عليه ويثقل عليه ياك ينعت له على انه مسجون الولي المشتبه ونسيب الرئيسه واللي عم رئيس الجمهوريه، هذا هو المسجون عليه. هذا غير مقبول ومرفوض تماما، واحنا هذا الصحفي له نوقفوا معاه اخ وزميل مواطن موريتاني ويلا الناس كامله توقف معاه من قد الصحافه. احنا ما شفنا هذا، يلا تفهم الصحافه كامل على ان هذا الدور جاي عليه واحد وتفهم جميع الحركات والمناضلين على انهم لا ينسجنوا في زمن حكم القزواني، هذا زمن الرمز ويفهموا على ان السجون جايينهم يا قير. يلا الصحافه تفهم على ان الدور ما هو لا محمد الشنقيطي وحده، على ان الدور جايهم واحد بيدي هذه دار بدايه، واحنا ما جبرنا من الصحافه ما هو المنصات نختار ونعرفوا ذي الدميه اللي تمثل الصحافه وفاتحه على اساسها المكاتب وتقبل على اساسها الفضه ورافدين الكراطيب لهم وهم منعي نختار ونعرفوا هذا الصكات وما شخرق لهم. احنا دورهم ما رينا لهم اي دور. صكاتكم وفارزاتكم ان انتم صحافه، انتم لا صحافه بنكيري الا مع الوزراء والمدراء ومواطن عادي بسيط انتم مانكم معاه. يلا ستطرحوا عنكم مهنه الصحافه اشرف من ذا وانبر من ذا. هذا اهله ما يلا ينقال لهم الصحافه، ينقال لهم التيفايه
واحنا ما لنا مستعدين نمشي مع التيفايه، قرر نمشي مع المظلومين والمهمشين. وهذه الرساله توصل هذا الوزير اللي قالوا على انه وزير العدل، وانا ما ظهر لي من انه عادل هو ولا حكومته من ساسها من عند رمزها لوزيرها المديرها ما فيهم عدل ولا فيهم شي. حازوا على موريتانيا خربوها وضيعوها بالاكل المال العام والنهب والسرقه وعادوا يكموا وفاها. الناس اللي تقول فيها كلمه الحق لا تنسجن ولا تنحبس. ورا ذاك احنا من انتنا خرصوا ملف هذا الطفل اللي مسجون عليه ما هو خارج سعودي جاي تارب محتال مواطن موريتاني. حسوا عليه انتم عدلتوا منه سفير معدلاله مندا داري موقف دوليا به اللي سارق على مده وجاي يتصاوعوا وجو عدل مقابله مع جميع الناشطين اللي قد يجبر منهم اللي قد منهم يعدل معاهم مقابله. واخذوا هذا الطفل على منصه عنده ما فيه تجريح ولا فيه شي. ساميك انت جاي سعودي قصك على انك سارق احمر قبل تحكم يدك عن حيوان لدمي، رصفتوا عليه على انه بثه. هو ما بقى حد ما بثه ومرقوها للخارج ومرقوها للداخل ومرقنا احنا اللي عندنا مواقع لا حد لنا نتكلموا على فيسبوك. شرنا جميع الفيديوهات اللي واسع ينتقط عليه هو وحده كشخص وينسجن وتخلل دميه الاخرى الثانيه يبرد في الاخلاق والمجتمع. اطمئنوا الصعد ما لا تبرد في الاخلاق وعلى ان توقف له رجال وعليات ليلا نهارا وعلى ان فضائحكم ما نتوصلوا لشيء منهم ما نشرنا على جميع وسائل الاتصالات الاجتماعيه وعلى ان هذه القضيه ما لا ينسكت عنها ولا لا يعدل به الاخلاق للسيده الاولى ولا ابناء لا حد من ابناء اهل موريتان. والحقيه اللي عنده المجتمع عنده هو دوبرتها في موريتان. لا اما مواطن موريتاني يا اما صحفي يا اما من قد القبليه اللي عدلتوا انتم وخربتوا بهذا البلد. هو مدير لا عنده قبائل دار لا يوقفوا له دار لا يجبر مده الضامن معاه ولا هو مزروق. تطمئنوا على انه ان شاء الله لا توقفوا له دميه ولا تعود قضيه راي عام الين يؤخذ من السجن ولا يبرد في الاخلاق. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. اليوم 16/4/2025 هاي الحركه هذه الوقفه اليوم نظمتها حركه كفانه تضامنا مع سجناء الراي سجناء القضيه كاملين واولهم الصحفي المتميز محمد الشنقيطي. لنرسلوا من خلال هذه الوقفه عده رسائل الرئيس الجمهوريه ووزير العدل والبرلمان الموريتاني وكل من يهمه الامر ونقول لهم كاملين عنهم كفاهم تضييقا على ضعفاء وكفاهم تضييقا على اصحاب الراي والصحفيين وكل صاحب حق. كفى. نحن ما هي ليتم ذله من المفسدين حاكمتنا وذله من العائلات حاكمتنا وباطشه فينا. ما لنا لين نقبلوا هذا ولا نوقفوا له بالمرصاد ونطالبوا الان باطلاق الفوري للصحفي المتميز محمد الشنقيطي ونطالبوا باطلاق سجناء الراي حمل صامبه يتكلموا واللي يدلوا بارائهم في قضيه هذا النظام الفاشل. هذا النظام ما قد يقدم شيء ما هو تضييق على الحريات واقرار قانون الرموز وياسر من الروايات اللي ما لا بد منها. الرمز لا حد يقدم البلد شيء، حد قدم البلد شيء ووفر العداله ووفر المساواه رمزه فوق رؤوسنا وحد ما وفر شيء. نحن ضاربين به عرض الحائط ومستنكرين له ولا ينجاب هو بالكلمه ان شاء الله وبذاك اللي ذاك كامل اللي عاطنا القانون اللي ينجابوا به والنضال ان شاء الله هو متواصل ولا لنا يجبروا شيء. كيف ما قالت الرئيس السعدانه لهذا المفسدين ما لنا نجبر لهم شيء ما كشفناه ونحن وراءهم ان شاء الله ولن نتوقف ولن تذنينا تلك الممارسات والارهابات والسجن عن مطالبتنا بحقوقنا في دولتنا هذه دولتنا ولنا حاركين منها. لا عاد هم شاريين في فرنسا وبريطانيا وامريكا. نحن عندنا هذه الرقعه ولن نخلوها تخسر وسنظل وراءهم بالمرصاد ان شاء الله تعالى. تقدمي شوي تقدمي لها تكلمي فوق. السلام عليكم ورحمة الله. رانا طالبين من ذا المنبر من الدين اعلنا دور محمد الشنقيطي بانه ينطلس انه محكوم ظلما وعدوانا ما عنده جريمه فوق انه صحابي وهي ما هي جريمه. صحابه ما هي جريمه. مطالبين الدوله وطالبين اللي كامل اللي يعني هذا الامر على انه ينطلس محمد الشنقيطي وطالبين مندين به وواقفين ذي الوقفه اليوم ومع زملائنا ومع اخوتنا كاملين وطالبين بانه ينطلس فوره. هو ما هو معدل جريمه والصحابه ما هي جريمه انه قال كلمه وطالبينها من العداله وطالبينها من الرئيس وطالبينها من اللي كامل يعني هذا الامر ذا وطالبين منه على انه يطلس لنا اذا الشخص اللي ذا اللي ما هو معدل جريمه ولا هو معدل منكر ولا هو معدل شيء اسوء وشنو. جزاكم الله خير.
عدل الكلمة وها العدالة العدالة حرية الحرية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نحن لا واقفين الوقفة ومطالبين بالعدالة وبالحرية لأخونا هذا ولدنا طالبين انه ينطلق محكوم ظلما وعدوانا. نعلن انه انشار منشور، الناس كامله نشرته والمواقع كاملين نشروا، هو سائر تواصل كامل فيه، وهو لا من ولد من ابناء الوطن هو وانشار كيفتهم كاملين، ولا هو معدل الشيء خاسر الحد ولا هو قايد ولا هو متيشن ظالموه وكردوه الكرده. احنا مطالبين بان ينطلق لنا ولدنا وندوروا نطلع ولدنا وندوروا عداله وندوروهم كاملين واقفين معاه، واقفين مثلا ان ندور ينطلق لنا ولدنا هذا. عادي خلاص والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا احنا اليوم واقفين قدام العداله، وزاره العدل، نقولوا عن الشنقيطي اعلنوا قضيته. والله وزاره والبيه قاعد تعود اشبه وزاره والبيه واقفين قدامها اليوم، ولا نقولوا على محمد الشنقيطي على انه ذا اللي وخر بتصريح منه للمجتبى اللي رافد الدين اعلى مأمورية الغزواني، اعلنوا هذا تصريح، هذا وكالات مجده بكلامه هو اللي رافد عليهم الدين. احنا قاعد ما كنا شاك نعرفوا فلان يرفد على فلان الدين، قال ما كنا شاكين عن حد نسيب حد يقدر. والمجتبى شخص مجرم ولا يبقى يحبسنا، شخص مجرم متحايل. والشنقيطي ذا اللي قال ما هو جايبه من صفته، هذا اللي قال اختاروا استفهم الرأي العام على الشنقيطي. عدى المقابله مع سعودي، هذا السعودي سال ولد المجتبى بالدين، موجود صوتيات ولد المجتبى معترف على راسه بالدين، وصدرت احكام ضده في السعوديه، وصدرت احكام ضده هون في محكمه هون على مستوى موريتانيا. وفي اخر لحظه وكم الملف ونجاب لوزاره المحكمه العليا، وكم بما انه نسيب الغزواني ونسيب مريم عاد لابد ان يوخر القضيه. عاد الشنقيطي لا يعود هو كبش الفداء. هو شنقيطي وخر منصه، ما هو صفحته هو الشخصيه، صفحته شخصيه، ما هو مخالف شيء. هذه منصه اعلاميه، اي لقاش يجي عنده ظلم عنده تظلم لا يجي. والشنقيطي سابق عند المقابله مع السعودي قالوا كان عنده الادله، والله ما عنده الادله، من عاد عنده الادله وعدلها معاه محاميه اللي موجود هنا موريتان حالا، متر السالك اللي محامي السعودي. معناه عدد الدين موجود، وهذا التحايل اللي عدل المجتبى ويا مبانا كفايه موجود، وهذا الدين اللي مرفوض على مأمورية والغزواني اللي لا تنقبل اموال الشعب يخلص بها دينه هو. كيف ما عدل مع الشيخ رضا، وكيف ما تعدل دائما مع الرواقيش اللي يعطوا له ثروات البلد وخيرات البلد من دافعين الضرائب اللي يالتهم تعود توجه شور الاطباء، توجه شور التعليم، توجه شور البنيه التحتيه، توجه شور الفقراء، توجه شور المساكين، توجه شور الناس المطحونه، تنقبل الاموال اللي منها ما حول شور الخارج يقبضوهم به الدين. ذاك معامله الجنرال، وذاك معامله الرئيس، وذاك مع نسيبته الوزيره. وهذا يفهم المجتمع ويفهم نظام غزواني. اعلنا لا ينوفوا لهم بالمرصاد، واعلن قضيه الشنقيطي اللي لا يعدوا اللي بها بعد كلها عنهم حبس وحلاطين لا بدالهم بيضاني. هذه اللعبه اللي واحد فيها لعبه قذره، ولا نقول عنها قذره، عنها لا جدوا على موريتان. والله على الناس عنا قبلنا حلاطين حبسناهم، لا بد ان نقول بيضاني اخر. هذا الملف اللي جاء محاميه جاء مع الصباح الساعه 9 صباحا، اللي كان مفترض عن اي ملف جاء له يجدول ويندار يبرمج في الجلسه. جاهم مع الصباح قالوا له ذا الملف ما ذات جدول، والحاله العاديه عنه يجدول ويعطى له رقمه ويجاب الجلسه. ومشى المحامي قال له كتابه الضبط عن الملف ما هو برمج وله اليوم. عاد اخر لحظه
جابته النيابه ولم به بدون محامي بدون حضور وبدون عنها تعدل الاشعار. هذا مارت عن نفوذ وعن هذا المفوض اللي كارد واحد من ديبوسات والرئيس راس من ديبوسات والمحامي من ديبوسات والشاكي من ديبوسات والدنيا كاملها من ديبوسات. يا اخوتوني فاونا من القبليه هذا اللي شاكي عن القبائل هذا كلها وراه قبائل كلها وراه عشائر كلها وراه جماعه تقدر تحميه. قال نحن نطالب به ينكرد بخزامته يندار عند المحكمه ويثبت عليه الشيء يهيش. اما هذا الملف اللي يلملم والكيد اللي معدل اياك يوطى به على الصحافه هذا خطير. وتفهم الصحافه اعلنها لما توقف مع زميلها مع هذا كامل جايهم وذيك النقابات وذيك البناطر اللي يقبضوا بها الملايين سنويا. ما نقابه الصحافه ما وقفت لحظه واحده. جابوا واحد شكينا عنه محامي وعقب عاد مدير منصه واحده من المنصات حتى انهم يستخسروا في نقابه هو عضو فيها فعال هو من اشبه الصحافه اللي في النقابه. قلبهم ياخذوا بيان حتى المواقع الاخباريه اللي شاكين عنها على الاقل هذا زين تتضامن معاه 60% منهم ما نشروا عنه خبر. وهذا مارت معناه كل واحد مسكت بكونترا مسكت بروايه معطيه له. ندين هذا النوع من العمل ونطالبوا باطلاقه فورا ونقول النظام الغزواني عنه ما له يثنينا عن الواحد اللي فيه وعن احنا ما زلنا ولد عبد العزيز اللي بتم منه وقوى النظام يثنينا هو ولا يبقى يزيدنا به وندوروا قاعد لا يزيدنا به ولا ساكتين. ومنظمه الشنقيطي مظلمه تفهمها. طالبين جميع الحقوقيين جميع الهيئات والمنظمات الدوليه والوطنيه بالوقوف مع قضيه الشنقيطي. والشنقيطي ما هو لا بهلو شقيطي ولدنا كاملين اخونا كاملين ويا ريت نوقفوا معاه كاملين كصحافه كحراك كمنظمات حقوقيه تدافع عن الصحافه وتدافع عن المظلومين. ونقول للنظام الغزواني عن انبانا كفايه عن انسباك ساري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.